لذلك إخوتي الكرام، أنا لا أريد أن أطيل على حضراتكم، فلي كلمتان فقط. قبل الكلمتين هناك شكر، وبعد الكلمتين هناك أمل. أما الشكر فأبدأ به لهذه المؤسسة التي جمعتنا والتي تفكر هذا التفكير الاستراتيجي. وكذلك لا يمكن ونحن في هذا البلد العظيم، في تركيا العظيمة التي تقدمت والحمد لله ونهضت نهضة حضارية وإنسانية ومبدئية وأخلاقية، نهضة كبرى برئاسة، أقول أجمل كلمة عندي الأخ، برئاسة أخينا الحبيب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن يعاونه من حزبه وإخوانه ومستشاريه الذين استطاعوا خلال هذه الفترة الوجيزة أن تنهض تركيا هذه النهضة العظيمة، وفي ذلك حجة لبقية العالم الإسلامي لو وجدت الإرادة الصحيحة. وكذلك الشكر موصول لكل من يدير هذه المدينة الجميلة، رئيس بلدية اسطنبول وكذلك بقية الرؤساء، حيث يدخل الإنسان في إن شاء الله في فلسطين يا فضيلة الشيخ، حيث يدخل الإنسان اسطنبول ويحس بزهو وجمال وجلال وروعة ونظافة وريح طيبة مباركة من خلال الزهور الجميلة التي ازدانت بها هذه المدينة، فله الشكر وله الثواب عند الله سبحانه وتعالى. أما الكلمة الأولى هي أهمية هذا المؤتمر من عدة جوانب. الجانب الأول، هذا المؤتمر يتحدث عن الاقتصاد، والاقتصاد كنا ندرس في الكليات أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. وحينما انهار الاتحاد السوفيتي وظهر نظام وحيد القرن بما تعنيه الكلمة، ظهر نظام واحد وهو أمريكا. قال جورج بوش الأب: اليوم نقول، هذا كلامه في 91، اليوم نقول كل شيء من أجل الاقتصاد. العسكر في خدمة الاقتصاد، السياسة في خدمة الاقتصاد، والسياسات كلها في خدمة الاقتصاد. صح، الاقتصاد هو العنصر الأساسي، وقد لخص الله سبحانه وتعالى أهمية الاقتصاد بكلمة واحدة لم أرها أبداً في أي كلمة من كلمات الإنسان، حتى عند الرأسماليين الذين يقدسون المال. لكن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الكلمة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. كلمة قيام في اللغة العربية اسم مصدر، مثل الوسواس والوسواس. الوسواس اسم مصدر، اسم للشيطان الذي يوسوس. الوسواس هي الوسوسة. هناك ذلك قيام اسم مصدر، أي ما يقوم به الأمة. من الذي ينهض بالأمة؟ من الذي يقيم الأمة؟ من الذي يحرك الأمة؟ أي الروح. كلمة القيام بمعنى الروح. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يجعل المال بعد العقيدة والأخلاق، بعد الأمرين، يجعلهما روحا لهذا المجتمع، لأنه بدون المال، ولذلك المقصد المال من أهم المقاصد الأساسية لهذا الدين، لا يجوز تضييعه، بل يجب حفظه واستثماره وتنميته، وكذلك واستعماله في خدمة الأمة، بل وفي خدمة الإنسان. هذا مؤتمر مهم جدا، ولا سيما اليوم أيضا. من الجانب الثاني أيضا، إذا كان الاقتصاد مهما فالمؤتمر يدور حوله، وإن شاء الله
سيقدم المؤتمر في خاتمة الأمر مشروعا بإذن الله تعالى لكيفية النهوض، ولا سيما نهوض الأمة الإسلامية بل والأمة الإنسانية بمشروع اقتصادي حقيقي سوف أتحدث عنه، وهذا الذي إن شاء الله سأتحدث عنه في جلسة المساء. كما أنقل إليكم سلاما مملوء بالألم والأمل، بالصبر والثبات والرباط من المرابطين والمرابطات في ساحات الأقصى المبارك. أنقل إليكم سلاما من المحاريب، من الخباب، من المآذن. أنقل إليكم سلاما من مصاطب العلم التي تندب حظها وتبكي على ذاتها. أنقل إليكم سلاما من طراب الأقصى المقدس ومن رحاب القدس الشريف ومن أهلها الطائفة المنصورة. أحييكم بألف تحية، ويا ليتنا كنا معكم. ولكن الرسالة الثالثة التي امتلأت دمعا بل رصعت بالدم تصلكم من العروس المتلفعة بعباءة الحسن والأسى، تذرف حبات دمعها بين آهات الألم وتنهدات الأمل، تقول لكم: أونسيتموني ولم تذكروني؟ أتدرون من أنا؟ أنا القدس. أنا مدينة ليست كأي مدينة. أنا عاصمة ليست كأي عاصمة. أنا ترابي ليس كأي تراب. أنا أولى القبلتين، ثاني المسجدين، ثالث الحرمين. أنا أرض المحشر وأرض المنشر. أنا أرض النبوات ومهد الرسالات. أنا ديار أيوب ومحراب داود. أنا عجائب سليمان ومهد المسيح. أنا مهاجر الخليل ومنتهى الإسراء ومبدأ المعراج. أنا أرض الرباط. أنا أرض الثبات. أنا بوابة الأرض إلى السماء. أنا التي لا يعمر بي ظالم. أنا ملاذ الصالحين، كما كنت ملاذ إبراهيم وموسى من كيد النمرود وفرعون. أنا بي الطائفة المنصورة بإذن الله. İnsanlar arası ilişkilerde özellikle ne kadar finansal işbirliği olursa sosyal ekonomik hareketliliğin olduğu yerde sosyal hareketlilikler oluyor. Sosyal hareketliliğin olduğu yerde ilişkiler güçleniyor. Daha sonra insanlar arasındaki o işbirliği bu şekilde oluşuyor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği oluşurken ilk Avrupa pazar olarak başladı, ekonomik işbirliği olarak başladı. Daha sonra Avrupa Birliği oldu. Avrupa Parlamentosu kuruldu. Bu nedenle bu şekilde bir strateji izlenmesi oldukça önemli. Hatta ekonomik işbirliğinin oluşabilmesi için kültürel işbirliği onunla birlikte gitmesi gerekiyor. Kültürel diplomasi ne kadar İslam devletleri arasında yoğun olursa kültürel diplomasi bunun arkasından ekonomik işbirliği geliyor. Daha sonra siyasal işbirlikleri, sosyal işbirlikleri gelecektir. Bunu özellikle buradan çıkacak çıktıların gelecek için bize önemli bir vizyon katacağını bilmekte fayda var. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bize şöyle buyurdular. Dediler ki yolculuğa çıktığınızda 3 kişi bile olsanız aranızdan birisini reis seçiniz, temsilci seçiniz. Öylesine ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
dar bekaya iltihal buyurduklarında yeni halife nasbı yapılmadan cenaze merasimi bile yerine getirilmemiştir. Sahabe-i güzin işte bu ruhla yıllardan beri, asırlardan beri hep bu ders istikametinde bir araya geldiler. Bir ekip oldular. Onlar hep en mühim vazifeyi hayatlarını kendi davalarını bilen seçkin insanlarla bir ekip ruhu içinde ücret zamanında nefislerini unutarak ama külfet zamanında hep ben varım diyerek öne çıkan bir anlayışla bu ümmetin selameti için gayret gösterdiler. Yönetim anlayışlarında hep nevimizin kemalatını şahsi kemalatın üstünde tuttular. Medine medeniyetinin, Bağdat, Endülüs, İstanbul medeniyetinin ruhu işte budur. Bugün Asya Pasifik'ten Afrika'ya, Anadolu'dan Balkanlara, Hindopaq ülkelerinden Orta Doğu'ya uzanan muhteşem bir coğrafyanın mensupları asırlarca insanlık alemine insaniyet nedir bunu öğreten ve onlara ders veren bir kültürün mirasçısı oldular.